السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من الكرة العالمية والبطولة العالمية والمحلية. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم اللهم يا رب العالمين. أخبارنا طبعا عندنا كذا ملف النهاردة. أول حاجة طبعا منتخب مصر بكرة هيلعب مباراة هامة، عنده مباراتين: زامبيا بكرة الساعة 7 وعنده الجزائر يوم الاثنين برضه الساعة 7. كمان في منتخب مصر الأولمبي هيلعب بكرة برضه الساعة 7 بنفس التوقيت. لسه ممكن يأجلوه أو يأخروه ساعتين بالساعة 5. هيلعب مع الأردن كمان. ويوم الاثنين برضه المنتخب الأولمبي هيلاعب أوزبكستان بس الساعة 5. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر، طبعا كل المحترفين جاهزين. كمان عندك طبعا امام عاشور طبعا بسبب الاصابه وخروج امام عاشور من قائمه منتخب مصر، دخل بداله احمد كوكا. نتمنى التوفيق لاحمد نبيل كوكا، لعيب يعني بتنبأ له بمستقبل باهر، لاعب خط نص، لاعب رقم 6 كما انزل. في كتير طبعا اتكلم وقال ان امام لما اصاب طلع مصاب في مباراه الاسماعيلي، قال لك انه بيدعي الاصابه وان عايز بيهرب من منتخب مصر عشان ما يمثلش منتخب مصر. هو في لاعب في العالم لا يتمنى ان يمثل منتخب بلاده؟ طب انت اللي قلت كده كتير على فكره قالوا كده. طب ما لعب ربع ساعه وثلث ساعه من ماتش الاسماعيلي ماشي وكان متالق جدا، وكان يدعي الاصابه في اخر المباراه مثلا. يعني كلام يعني مغلوط. وفي على فكره في كتير تمنى له انه يصاب بصليبي، وبالذات بعض الزملكاويه وفرحوا لما امام عاشور اتصاب وقالوا انه صليبي، لان اللي شاف امام عاشور والخضه اللي فيها والبكاء والدموع اللي نزلت قالوا ان اصابه خطيره، ولكن الحمد لله هي اصابه بسيطه، اصابه يعني مش هتزيد يعني كتير خالص عن اسبوعين، من اسبوع لاسبوعين. ولكن الحمد لله إصابة بسيطة. وإمام عاشور رسميا مع النادي الأهلي في تنزانيا. الأهلي وتعاقده في شهر يناير اللي جاي مع مدافع. كتير اتكلم قال لك إن الأهلي تعاقد مع مدافع من بيراميدز. على فكرة هو بيراميدز عنده لعيبة كتير هتخلص السنة دي، اللي انتهى عقده في شهر يناير وانتهى عقده السنه الجايه، من ضمنهم عبد الله السعيد. على فكره عبد الله السعيد النهارده رسمي مع نادي الزمالك وخلص. لاعب كبير، هو لاعب قوي ولاعب مهاري ولاعب مهم، لكن لاعب عنده 39 سنه خلص مع الزمالك. اسامه جلال بنسبه كبيره خلص مع النادي الاهلي. الاهلي محتاج دعم دفاع، محتاج يعني دعم دفاعي بالذات في شهر يناير. وكمان مع تألق عبد المنعم، لأن محمد عبد المنعم متألق جدا، ففي أي وقت ممكن يحترف. فالأهلي محتاج مدافع من طراز فريد. خلص مع أسامة جلال مع غيره. الأهلي محتاج مدافع. بالنسبة لموضوع موديست، كولر بيشتغل على موديست. ازاي بيشتغل على موديست؟ موديست لما جه ما كانش بيلعب، هو كان اساسي السنه اللي عدت لكن ما لعبش. ولكن الاهلي بيعمل برنامج بدني خاص لموديست. البرنامج ده يعني علشان الجهد بتاع موديست. يعني الاهلي بيعمل يعني لان البرنامج ده لان موديست محتاج شغل عالي في الجهد البدني بالذات. هو لاعب كبير، كولر مقتنع بيه وعايز يرجعه لمستواه ويعيد اللاعب كما كان في فتره التوقف الدولي ده. موديست ان شاء الله باذن الله هيرجع لمستواه، بس طبعا يعتزل منتخب بلاده عن انضمام منتخب بلاده طبعا بسبب النادي الاهلي عنده مباراه هامه هيسافر مع سيمبا. والمدير الفني طبعا تقبل الموضوع بصدر رحب عادي خالص، يعني لان المباراتين وديتين. موضوع فتوح امبارح بيراميدز عمل تواصل مع وكيل فتوح وعايز ياخد فتوح. عروض جايه لفتوح من بيراميدز من الاهلي لم يقدم اي عروض، ولكن في عروض داخليه وخارجيه واوروبيه. ولكن طلع الوكيل قال فتوح مش هيلعب لاي فريق في مصر الا النادي الزمالك. لو نادي الزمالك مش عايزه هيطلع بره، ولكن عقد فتوح
هينتهي في شهر يناير. فتوح إلى أين؟ محدش يعرف. الأهلي لم يتعاقد مع فتوح حتى هذه اللحظة، ولا بيراميدز حتى هذه اللحظة. فبنسبة كبيرة فتوح مستمر مع نادي الزمالك حتى يناير. طبعا نادي فاركو تعاقد مع خالد جلال مدربا للفريق. في موضوع تاني، ان اداره المصري بتقدم شكوى ضد اتحاد الكوره. تقدمها لمين؟ للفيفا، الاتحاد الدولي لكره القدم، الفيفا، ضد الاتحاد المصري بسبب حرمان لاعبين، واحمد ايمن منصور واحمد عيد في بدايه الدوري، ومشاركتهم في مباراه الاهلي. وعايزه تعيد مباراه الاهلي. اشمعنى مباراه الاهلي؟ مش عارف. عشان اتضرر فيها واتغلب. طب انت عندك مباراتين انت فزت فيهم، طب ما تطالب باعادتهم. لا، اعاد مباراه الاهلي. طبعا انت عارفين الموضوع ده، بيقول لك ايه، ان الجبالة متعنته ان ما تشتركش اللعيبه دي. اللعيبه دي كانت يعني احمد عيد بيلعب في انبي وماضي في انبي. احمد ايمن منصور برضه ماضي في انبي. وسبب توقف القيد بتاع الزمالك ان صعب اللعيبه تروح نادي الزمالك. ولكن في حاجه غلط في الموضوع. اللعيبه مضت مع الزمالك، واللعيبه مضت مع المصري، واللعيبه اساسا ماضيه مع انبي. يبقى لسه في كلام كتير. اللعيبه دي ممكن تتوقف، لان لو اللاعب مضى لاكتر من نادي يتوقف 6 شهور لا محاله. ف يعني موضوع غريب ان المصري يشكو الاتحاد المصري ويقول له احنا عايزين نعيد مباراه الاهلي. فموضوع غريب. اتمنى ان تكونوا ساعدتم بهذه الحلقه. لايك وشير ودعم القناه والكره العالميه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.